شارك الشومان بياز أوزتورك قبل أيام في حفل توزيع جوائز مشروع خيري. ولقد كان اهتمام النساء بالشومان والفنان المشهور عظيما، حيث كان أكثر من الاهتمام بأعمال الجمعية الخيرية. وقد كانت سعادة بياز غامرة بهذا الاهتمام. Kimisi yeğeni gibi görüyor, kimisi kuzeni gibi görüyor, kimisi kardeşi gibi görüyor, kimisi abisi gibi görüyor. Onun için de hanımefendinin de söylediği gibi aileden birisi gibi görüyorlar. قريبا سيصدر الألبوم الجديد للشومان الوسيم. Haziran sonuna doğru işte iki parçayı önden çıkartacağız. Maxi single yapıyorum kardeşim. İlk iki parça şöyle biraz daha hızlı, daha farklı parça olduğu için yazın başına verelim dediler. Öteki parçalar biraz daha soft parçalar. Onlar da herhalde Eylül-Ekim. بياز يتحدث بكل ثقة لأنه يعمل في الاستديوهات منذ مدة طويلة. Bayağı ya, yaza damgamı vuracağım ya. Eller havaya ya. Ben konuşulacağım. Hani benim Recep'im sadrına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. بالإضافة إلى اهتمامه بالفن والموسيقى، فقد دخل أخيرا مجال صناعة الزجاج. Seviyorum o camın akışkanlığını, sürprizli olmasını, enteresan sonuçlar almayı. İleride de üflemeli cama geçmek istiyorum. Eritiyoruz abi, camları eritiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. يعد مهرجان اسطنبول من أكثر المهرجانات جمالا في السنين الأخيرة. استقبل المهرجان هذا العام العديد من أشهر الشخصيات العالمية، وقد نال حفل الافتتاح وحفل ختام المهرجان استحسان الحضور، وكان غاية في الروعة، كما جلب اهتمام المجتمع الراقي في اسطنبول. حضر المهرجان عدد من شخصيات المجتمع الراقي المعروفة كأندر مرمرجي الذي حضر مع صديقه هيرمان فان الكامايد. لقد كان الاهتمام بالمهرجان كبيرا من قبل شخصيات معروفة من خارج تركيا ومن داخلها، فنانين ومصممي أزياء وأدباء وكذلك نجوم سينما وغناء. بالإضافة إلى أن الاهتمام بالمهرجان من خارج تركيا كان كبيرا جدا. وقد كان من بين من حضر المهرجان نجوم لامعة كالممثلة كريستين دانست، وكذلك مايكل ستايب مغني فرقة مومي، والممثلة المشهورة تاليدا سيفينغتون. قبل ذلك شاركت كريستين دانست في مهرجان كان السينمائي الرابع والستين لاستلام جائزة أفضل ممثلة، وقد كانت النجمة بعيدا كل البعد عن أي شكل من أشكال المبالغة، إذ ارتدت ثوبا جميلا فاتح اللون مع حذاء أنيق مكمل لأناقة الفستان. أجمل نجمة ظهرت في مهرجان اسطنبول هي الفنانة تاليدا سيفينغتون، حيث ارتدت فستانا منقوشا رائعا يحتوي على زخارف زهور من الأمام.